مساء الخير، ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايكات. معاكم اختكم مزياد. بقالي كتير ما عرفتش نفسي، اكيد بقى في واحده جديده ولا اي حد داخل جديد عندي في القناه. انا مزياد وهبه. انا اكيد اول مره اصور فيديو يا جدعان عشان بقالي كتير ما صورتش فيديوهات. اخباركم ايه؟ وحشتني. بصوا اختي مش قادره اقول لكم من هنا السنه اللي بعد الجايه. الفيديو بتاعنا عباره عن ايه؟ بس حط لنا لايك لو بتحبي ربنا، حط لنا لايك. انا مأمنه عليكي، حط لنا لايك لو بتحبيني وبتحبي الدنيا دي. حط لنا لايك. ربنا يرزقك بالذريه الصالحه، ربنا يرزق جوزك بالشغلانه جميله كده، ربنا يكرمك، ربنا يخلي لك ولادك، ربنا يهدي لك ولادك، ربنا ينجح لك ولادك. حط لنا لايك جميل كده منك ويسلم ايديك. النهارده الفيديو بتاعنا ايه يا ام زياد؟ الفيديو بتاعنا ايه يا ام زياد؟ لسه صاحيه من النوم، عيني ورمه. المطبخ بتاعي مكركب بطريقه رهيبه. حتى والله العظيم زعلانه على المطبخ، عماله اقول ده المطبخ اللي انا عاملاه جديد، المطبخ ده بقى 8 شهور عاملاه، يا حسره مطبخي يا ام زياد، المطبخ بقى منيل كده ليه؟ بصوا الدرج عامل ازاي. قربوا اختي ما تقربش. بصوا يا جدعان حاطين المعالق. بصوا يا جدعان الدرج عامل ازاي، حاطين معالق، حاطين معاه فحم. الدرج اسود ازاي؟ ده فحم. يعني المطبخ معفن بمعنى الكلمه، ما يجوزكيش المطبخ من بره كده، هو برده من بره مليان دهون. بصوا الدرج عامل ازاي، كوس فاضيه، حاجات غريبه. والله بتحسب على المطبخ يا جدعان. بصوا درج المعالق منيل روتين. دي مليانه سيراميك، مليانه حلوه الحته مليانه سيراميك. السيراميك ده مليان زيت، فالمطبخ منيل بطين. والله ساعات بقعد مع نفسي كده عاوزه اقوم ازق البوتاجاز واعمل، بس انتوا طبعا عارفين ان ما ينفعش نلحم. فقمت بقى قلت للبنت حبيبه امي يجي محمد يصورنا وهي تزق البوتاجاز، تغسل السيراميكه ديت بس اللي هي عشان فيها زيوت اهيت، وانا انضف المطبخ. مش هينفع اجيب لكم من هنا. بصوا التوابل فاتحينها وراميينها، بصوا مفتوحه ومرميه. المطبخ من جوه استغفر الله العظيم. بصوا انا هوريكم بايدي بس كده اهوت، بصوا الكمون والتراب، بصوا. الدنيا بايظه، مش عارفه في ايه. فانا هنضف انا من جوه بحته كده، هو لمعها ولمع الدراج، وهي بقى تيجي تعمل حاجات. حط لنا لايك اختي انت وهي، شجعينا كده وادعي لي ربنا يقويني ويقويكم انتوا كمان ويرزقكم يا رب في الاسعار اللي بقت نار ديت. رجعت لكم بقى تاني يا اختي. بصوا فكيت الدراج ازاي، كسرتها. سمعتي الكلمه اللي قلتها؟ كسرتها. مش كسرتها يا جدعان، فكيت عشان اغسلها. سهله يا جدعان اهي. اشطفها بميه بس، مش بميه وسلكه عشان البتاع ما يقشرش مني. انزل ده واحط دوت. بصوا انا عملت الدراج اول حاجه عشان تلحق تتصفى، ماشي، عبال ما حضرتك تغسل السيراميك وكده اهو تتصفى. تعالوا على فكره المفروض تبقى سفنجه ناعمه عن كده، السفنجه دي خشنه شويه، انا بعمل على خفيف كده مش بتعب، يضرب بس الحاجات اللي مش في الشاي. هروح بقى اغسل بقيه الدراج ونرجع نشوف هنعمل ايه. رجعنا بقى بعد ما غسلت الدراج كانت عامله زي اللي بتبيع اختي انت وهي. بعت محمد بقى يجيب لي لبن، قلنا يشرب شاي بلبن. ايه اللي انا عملته ده ببقي بقى؟ هيقعدوا يشتموا بقى، وانتوا اصلا بتشتموا من غير اي حاجه. نحط اللبن على النار. قولنا اللبن دلوقتي مثلا عندكم كام؟ احنا عندنا اللبن اللي هو النضيف اللي هو كويس عامل 19 جنيه. ده انت جبته كام؟ ده قلب صح؟ قلب. ده هتلاقيه ب 15 او 14، اللي هو بخير ونضيف، يعني نضيف، عامل 19 جنيه 20 جنيه. وطلعت فاصوليا. عاوزه انا هو البخير 25؟ لا انا قصدي اللي هو السايب بس. لا البخير 25. 20. انا قصدي السايب يا جدعان، بس ان هو اللي هو نضيف، اللي هو بيطلع قشطه بقى، اللي هو من خير بلدنا. طلعنا فاصوليا هنقعها، هعملها فاصوليا برز بس من غير لحمه ولا فراخ، اوريدي عادي. بصوا يا جدعان طبعا اللحمه والفراخ دلوقتي غاليه، فانت تطبخي يوم لحمه يوم فراخ، يوم اعملي اكل عادي كده يعني بالصلصه وشويه مكرونه، مش لازم كل يوم لحمه وفراخ عشان الدنيا تبقى متوازنه معاكي. مش لازم انا فراخ. انا امبارح عملت صينيه بطاطس قرداحي بس بعيد عنكم، جايز صينيه البطاطس وخدت زي الفل. دخلتها الفرن قلت اريح رجلي شويه عشان رجلي وجعتني. يا بنتي يا حبيبي خلي بالك على صينيه البطاطس. كانت هنيله بتقول لحد خلي بالك على حاجه، دخلت والله طلعت تاني لقيت صينيه البطاطس يعني. بصوا بطاطسيه عامله ازاي، بصوا يا جدعان، ولا فيها نقطه صلصه. فحسرتي تعبي وشقايه بعد ما خلصتها وظبطتها في الفرن وظبطتها في الاخر تتحرق منكم، والا 5 دقايق وقفلي عليه. يا دوبك انا كنت عاوزه الوش يبقى ذهبي بس. فالواحد يا جدعان خلاص بقى يعني امسكي بجد قرفت. انا كان نفسي الصينيه تطلع نضيفه كده واكلها وانا مبسوطه. دلوقتي يا جماعه انا جيت عشان اساعد امي بقى ايه وازق لها البوتاجاز.
الجناب بقى كده بس خلي بالك خرطوم تعالى من الناحيه دي اعمل حته. جنابكوا بقى وانا جيت تحت لها بقى اوكس يا اختي. ناخد حبه كده صغيرين، حاجه غاليه كده ايه. بص حتى دي بقول حبه صغيرين كتير. املوا ميه وبعدين صبني وبعدين في الاخر ايه اشربي. بصوا يا جدعان وانا هنا من ناحيه ثانيه ما بقعدش اهو اختي. هرمي البطاطس اللي باظت ديت وهشطف الصينيه واحطها في الغساله. مش عارفه بس مش هعمل الغساله بتاعتي ميه سخنه، هعملها ميه عاديه عشان مثلا تغسلي المواعين ما تحرق ما تسودهاش. وهنا تبدا تغسل بسرعه كهرباء. عايزين بنعمل روتين اهو يا اختي انت وهي عشان ما تجيش تقولوا انتوا كساله. لا احنا مش كساله، احنا شغالين بس الواحد بدا يتعب شويه فالحمد لله قدر الله مش افعل. هنرجع نشتغل كتير زي الاول بس امانه عليكم حطوا لنا لايكات كتير. ايوه مش هتمسك كتير. عايزين لايكات كتير. ايه مليان والله مليان. كنتش بشوف يعني. الزيت انا شايفه وانا سبحان الله المطبخ لما باجي احط ايدي عليه كده اعرف في ايه. مطبخ بقى يا جدعان. هنرمي بقى في الزيت. هي خلصت بقى قطعه السيراميك اجلوا بقى ميه. وانا شغلت البوتاجاز حطيت لبن يحمر. بعد زياد يجيب كورن فليكس كل واحد ياخد كوبايه كده. ده فطار بس مش فطار يا اختي، ده اللي هيوقفك على رجلك. جايبين فول طعميه هنا مسح زور جايبين فول وطعميه هنا وبتنجان مخلي هنقل وهناكل. وبعد شويه هنعمل الفاصوليا ديت قبل ما ايه نخلص المطبخ نخلص بس واشغل غساله الاطباق. بصوا الدنيا عندي التركيب اخر كركبه. فحطوا لنا لايكات ودعمونا كده قولوا لنا الفيديوهات القادمه عايزين فيديوهات ايه سواء طبخ. هصور لكم كل بصوا انا عاوزه ارجع زي الاول اصور لكم يومياتي يعني سواء فطور سواء غدا سواء عشاء ارجع زي الاول نشيطه. بس اللي معاصلك معانا الايام دي النت الهوائي صراحه يعني رخم بطريقه رهيبه. الشارع بتاعنا ما فيهوش نت اللي هو العادي بتاع وي دوت. فالنت اللي مأثر معانا مخلينا عندنا احباط مش عارفه اصور مش عارفه اعمل اي حاجه. فانا باذن الله هنرجع نصور زي الاول وهنبقى اقوياء وهنقف على رجلينا اقوى من الاول لان المشاهدات عندي بدات تقل. فمش مشكله يعني عادي في شغلك ممكن تقعي وترجعي تقفي مش عندي مشكله. اهم حاجه ما تيأسيش انا مش يأسانه. فهنرجع زي الاول اكتر واكتر. حطوا لنا لايكات لو بتحبونا. خلصنا بقى السيراميك وغسالة الاطباق. وانا بصوا يا جدعان بلمع من تحت اهوت لان المطبخ عندي استغفر الله العظيم اهو كله توابل واقعه وكله حاجات غريبه كده اهوت. المطبخ بده يتعزل يعني بده يتفكى ويتغسل ويتركب من جديد. زيت واقع في زيت واقع على فكره. غطا زيت في بلاوي جوه يا محمد يعني انا المفروض اقفل الكاميرا وانت تيجي تخش جواه بلاوي معرفش ده ايه. كان دي بايظ ودي حلبه. المطبخ فاضي لا يوجد فيه خزين. عايزه ارجع عاملاه خزين تاني. الاسعار يا جدعان بقت عاليه جدا قوي قوي يعني. شكاره الرز كنت بجيبها ب 160 دلوقتي عامله 500 جنيه. فمش عارفه بجد ربنا يعيننا جميعا باذن الله. اول ما هجيب شويه مشتريات هصور لكم وانزل لكم. انا خلاص يعني يومين كده هصور لكم المشتريات. هنروح بقى نلمع ونرجع تاني. بصوا بقى شلت حتى الكوبايات اللي هي متعلقه هنا حاسه ان كلها تراب. احنا مش بنشرب فيها والله العظيم ولا شاور اي حاجه. فانا برضه بستغل بقى ان اشغل الغساله فانا احطهم يتغسلوا. بصوا بقى احط فيها ايه السياخ بتاعه البوتاجاز. انا قلت مش هاخد سياخ الغساله دولت منيلين كتير كلهم دول. حطوا هنا برضه؟ دول ايه؟ بصوا اهم حاجه وانت مشغليها شوفي المروحه بتاعتك تمام ما بتخبطش في حاجه. بتلف ادينا مثال اهو ادينا مثال. بصوا المروحه تمام اهي بصوا ما بتخبطش في حاجه. ما بتخبطش في حاجه والدنيا تمام. انا شلت بتاعه المعالق عشان استغل المكان بتاعها فاهمين. اغسلي بنت المعلقه دي يا بنتي المسكوع اهوت عادي. فين المسكوع؟ فكرت هو ده الدنيا. وانا بغسل هنا الليمونيا. هي معلقه واحده. انا حاسه كده معلقتين يا ام زياد مبذره. حطوا الفيشه بقى. بصوا يا جدعان طبعا الغسيل مش يعني مش غسيل كتير بعملهم على درجه نص ساعه مش درجه. هتغسلي المواعين دي في نص ساعه اوكي نص ساعه اهوت. في بقى عندك كام ساعتين ونص دي المواعين لو مليانه دهون جامد. دي 3 ساعات دي لو مواعين مدمره. فانا بعملهم ايه على نص ساعه والميه بتبقى ايه الميه بتبقى سخنه برضه نص ساعه بالظبط بتخلص والميه بتبقى مغليه جدا. هي خلاص بتبدا تشتغل مع نفسها في نص ساعه بكون مخلص المواعين. حطيت فيها مره عيون البوتاجاز باظت اكتر ما هي بايظه فانا مش هحطها. هاتي سلكه كده عشان اغسل ده السلكه. هغسل بقى الصوانيك دوت. وبعدت حبيبه تجيب لي ورقه جورنال ولا ورقه كراس عشان عاوزه اعمل الازاز دوت مش نضيف. بغسل الرخامه. روتين بقى يعني روتين بقى المفروض الروتين ده المفروض يتعمل والله كل اسبوع مره مش كل شهر حتى. بترجعي نشاط المطبخ بتاعي. بص انا لو طلعت ميه على الرخامه انا ممكن ادلق عادي مفيش اي مشكله وممكن ادلق على السيراميك عادي. بس عشان انا شايله الدراج
فالميه هتخش جوه المطبخ وهتدمر لي المطبخ اللي بقى هفضل انشف فيها. بصوا عشان شايله الدروج، فانا هعمل ايه؟ هنشف بحته عادي واغسلها مفيش اي مشكله. وبعت حاجه تجيب لي حاجه عشان الازاز بصوا ده عايز يتلمع. هنلمع بقى الازاز. بسم الله. بابي ايه يا حبيبي جايبه لي ورقتين بس، ما تجيبي ورقه عشان الواحد يلمع بالرموميه. اخيرا هقفل الضفه دي طويله. هاتي ورقه هادي هنروح نلمع بضمير ونرجع تاني. انا بقول لكم بصوا انا بعمل ايه في المطبخ، وهلمع الجنب دوت وهلمع الجنب ده بس بحته عاديه عشان من فوق مش وسخ للدرجه. خلصنا الرخامه بصوا بقت تلمع ازاي. هنرجع بقى نشوف كل حاجه على طاوله نغسل في الغاز. بصوا كمان عشان ما تقولوش الدنيا نظيفه. بصوا الميكرويف من ساعه ما عملته اخر مره معاكم معفن ازاي. بصوا فيه واقع ميه وبصوا يعني قرف ميه قرف. المطبخ بتاعي معفن يعني مطبخ معفن بمعنى العفن يا جدعان اقسم بالله. المصيبه الاكتر بتوجعني لان المطبخ لسه جديد ما بقالوش كتير. لو بقاله سنين ماشي، لكن ده المطبخ لسه مش معمول بقاله بتاع من 7 8 شهور. هنبدا ناكل ايه بقى؟ هناكل اندومي. ايه ده يا جدعان؟ انا من ساعه ما حملت وانا عندي الزهايمر بقول كل حاجه غلط. هنبدا ناكل كورن فليكس. كورن فليكس مش اندومي. ده من ايه ده بقى؟ بقيت انسى كتير قوي. يمكن من كورن فليكس. كل الناس بتاكل كورن فليكس في طبق الا انا باكل كورن فليكس في المج. مش عارفه ليه. انت زيي ولا لا؟ بحب اخد المج بتاعي كده واقعد بقى اتفرج على الكمبيوتر او امسك التليفون بتاعي. بحب امسك تليفوني واقعد العب فيه في الصالة. ده لو اكلته يبقى خير وبركه. ممكن اسلقه كله وانا قاعده. ومحمد انا غاسله ايدي يا جدعان والله العظيم. الكورن فليكس بجيبه وبفك العلب بتاعته عشان بحس انها بتبوظ وبحطه في الجهاز زي كده. مقرمش هو اختي ومفيش اي مشاكل اهو. كده كويس يا محمد ولا حاجه تاني؟ عشان ما اعرفش. وانت يا خالتي حطي لي قد ايه؟ هات حبه كمان. ايه؟ انت يا محمد حبه كمان. ماشي. وانت يا ماما؟ اهو. ماشي. حط تاني. لا ده انا لو قلت ده كويس او رضا. رضا رضا يا ام رضا. اوعى اوعى كده يتعور. هاتي معلقه من تحت. بصوا السكر مش هحط كتير مش بصوا هي بتاع معلقه. معلقه كبيره يا جدعان. انا باخد معلقتين. وانت؟ انا معلقتين بس كده. ايوه بس عشان بيبقى مسكر بصراحه بيبقى مش لطيف. تحس انه طعمه مش طعمه وحش. بصوا عشان ما تقولش اللي يتدلع لا. دوت يا دوبك مسح الزور. وكمان شويه هنعمل العجينه اهي وبتنجان مخلل اهوت اهو. بصوا بتنجان مخلل وفول. هنقلي عجينه نص فول بتنجان مخلل وجبنه يعني مش بنتدلع. ده مسح زور بس كده لحد ما نقعد. بسم الله. اشتويت عندي محمد. بس هاخد ايه؟ عايز شيطان عفريت. شفتوا بيتحرك لوحده ازاي؟ الحق الطبق بيتحرك لوحده. لا اله الا الله. بسم الله بسم الله. شقلي فيها عفريت. قلت من ساعه ما جيت انا شقلي فيها عفريت ما هتصدقني. لا التبيه بتتحرك. يا مامي عفروش اللي مربوش. بصوا يا جدعان انا بحط في الكورن فليكس لبن. ممكن شايفاه قليل. بعدين بقلب لما يبدا الكورن فليكس يشرب اللبن بروح مزوده حبه كمان عشان ما يتكلكعش مني. عشان مره حطيت كتير في بتاع عجن بقى عامل زي العجينه. فكده لو انا اكلته كده حلو سخن جميل. بيها بتهز لوحدها. كده احنا شغلنا الغساله ومسحنا المطبخ من هنا وغيرت ديت وغسلت ده وفاضل بس اللي احنا نشيل رز من على البوتاجاز دوت ونغسل الميكروويف وايه حابه تنشف الارض. طبعا انا هروح اقعد بقى باكل الكورن فليكس بتاعي ورايح رجلي وهي بقى تكمل الحاجات دي وارجع لكم بعد ما المطبخ يخلص ونوريكم بقى المطبخ عامل ازاي نضيف ولا ما نضيفش الكلام دوت. خلصنا الحمد لله وركبنا الدراج. بصوا مستنيه بس يعني 3 دقايق نريح يعني وبعدين نرجع بقى ايه. بصوا نضيف ازاي نرجع الحاجات نطرحها يعني المعالق بقى والمقصات وبتوع الكحك بقى عشان نعمل كحك في العيد يا اختي بقى ونظبط الدنيا بقى ونعمل قرص والكلام دوت. فهنظبط مع بعض الفيديو باذن الله. غسلنا الميكرويف كمان. يا بنت اتكلمي يا بنت وانا كل حاجه اتكلم. عاملين ايه؟ بصوا اهوت وريكم محمد الميكرويف. في شويه غسيل بقى هنغسلهم والبوتاجاز صبن والسياخ دي نتفت والدنيا بقى الحمد لله
بقت كويسه. انا الفيديو اللي فات قلت لكم قولوا لي اسمي مسحوق كويس، فانا قلت هجرب تايت، ففعلا رحت جبت نص كيلو تايت. والله العظيم يا جدعان ريحته روعه، ريحته حلوه جدا وبينضف الابيض وبينضف الالوان كمان. فانا باذن الله الشهر دوت انا جبت نص كيلو، مش عارفه عامل 16 ولا عامل كام. فانا الشهر ده بقى هغير، هجيب اللي هو الكيس اللي هو الكبير شويه دوت عشان يقعد عندي طول الشهر. كده خلصنا، فاضل بس فاضل مواعين، لا فاضل طبق. والغساله خلصت اهيت. بصوا يا جدعان بتغسل احسن مننا، بصوا المج بيلمع وزيت الشاي والدنيا بقت تمام ازاي. تعالوا شغلها زي الاول كتير. اول ما جيت انا كنت بشغلها كتير وما بتسحبش كهرباء على فكره قوي، يعني ممكن طول التشغيله دي في نص ساعه ما تسحبش 2 جنيه من العافيه. كده خلصنا الفيديو وخلصنا احنا كمان، وكان معاكم زياد وهبه. قولي حبيبه وحبيبه. كده خلصنا الفيديو، كان معاكم زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.